قرار ترحيل العائلة بأكملها كانت كتوفر على الشهادة ديال الإقامة لأكثر من 10 سنين. وكذلك عندنا واحد الغرامة مالية جديدة طبقها وزارة الداخلية ديال 2000 درهم. قبل ما نمشيو للتفاصيل الإخوة الأخوات، عطيونا اللايكات ديالكم والبارطاج ونبداو على بركة الله. نبداو بالغرامة المالية. كلشي غادي يحبذ هذا الأمر وكلشي غادي يعجبو هذا الأمر هذا. 2000 درهم غرامة لكل سيدة بلباس غير محتشم في الشارع العام باش ما يوقعش داكشي اللي وقع لنا في طنجة. هادشي في مراكش. كشف مصدر خاص لهبة بريس أن السلطات ديال مراكش شرعت في تطبيق غرامة مالية جديدة، وحسب ذات المصدر فيتعلق الأمر بغرامة مالية في حق الفتيات التي يتجولن في الشارع العام بلباس عار وغير محتشم. وأضاف ذات المصدر أن عدد من النساء والفتيات دفعن غرامة قدرت ب2000 درهم خلال الأسبوع المنصرم، لافتا أن القرار الجديد يهدف إلى عدم خدش الحياة العام وتفادي حوادث التحرش والاعتداءات الجنسية بالشارع العام كما قلت لكم بحال اللي وقع في طنجة مؤخرا. وعندنا كما كتشوفوا كذلك في مراكش الفساد والإخلال بالحياء يقود مواطنين أجانب للاعتقال في مراكش. شحال من واحد يقول لك اودي الا جاو السياح ديالنا ولبسوا داك اللباس محتشم، واش غادي يطبق عليهم هذا القانون ولا لا؟ سمعتوا انتم سمعتوا. تمكنت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش مساء الاثنين من إيقاف مجموعة من الشبان والفتيات مغاربة وأجانب بالشارع بالحي الشتوي في مراكش. وبحسب مصادر مطلعة فإن عدد الموقوفين يتجاوز 12 شخص، من بينهم فتيات وشبان يحمل بعضهم جنسيات أجنبية، وذلك على خلفية الاشتباه بتورطهم في الإخلال بالحياء العام والتحريض على الفساد. يعني باش يقضيو على دوك العاهرات وعلى دوك الناس ديال الليل ففرضوا هاد الغرامات الماليه، وكذلك يعني يوقفوهم توقيف من الامن. فنتمنى من الله هادشي هذا ما يكونش غير في مراكش، يكون في المدن السياحيه كامله وفي المدن المغربيه، باش الواحد يقدر يخرج مع الاهل ديالو في الليل ويقدر يخرج مع العائله ديالو. القرار ديال الطرد اللي نزل كالصاعق على هذه العائله واللي رونت لهم لها، يعني هذا القرار هذا رول لهم الحياه ديالهم نهائيا، لانهم كانوا عايشين واحد المده كبيره في فرنسا بالاقامه ديالهم المده ديال اكثر من 10 سنوات. الوليدات ديالهم قراو تما في فرنسا، يعني الناس مندمجين وكل شيء، حتى جاهم هذا القرار يعني ما فهموا والو. هذه السيده زينب كتقول لك يعني وجاء القرار يجدون أول حاجة صعوبة في فهمه، لأنهم لا يشكلون تهديدا على النظام العام ديال الدولة، ولأنهم بذلوا قصارى جهدهم للاندماج في فرنسا. يعني أنهم هما ما كيشكلوش على كما نقولوا حنايا هاد الناس هادو اللي كيطردوا ما كيشكلوش واحد التهديد عام، ما هما كيتعاملوا مع جمعيات إرهابية مع والو، ناس عاديين. يعني حتى جاهم هذا القرار ديال الطرد، عندهم وليداتهم يعني كما نقولوا حنايا يعني وليدات صغار، الكبيره ديالهم ديال البنت عندها 19 سنه، حتى وجدوا راسهم انهم يمشيوا للبلد ديالهم. وكتقول هاد السيده هاد زينب هذه كتقول على انه كيفاش غادي ندير الوليدات ديالي وهما يعني قراو هنا وتعلموا هنا وما كيهضروا حتى شي كلمه بالعربيه. واستنكرت هاد السيده زينب امام المحكمه الاداريه في فرنسا، قالت على أنه هناك منحرفون، ولكن هناك أيضا عائلات، مؤكدة أن السياسة ديال الهجرة الحالية التي تنهجها فرنسا تضع الكل في نفس السلة، تضع الكل في نفس السلة. ما كاينش هذه عائلة وهادو اللي كيعمل شي خطأ فالطرد. وللأسف كما كتقول السيدة زينب فإن العودة إلى البلاد هربا من هذا الألم اليومي، هذا الألم اليومي هو الألم ديال الطرد، أمر مستحيل. وتوضح أن أطفالها نشأوا في فرنسا حيث تلقوا تعليمهم. وأصرت قائلة: لا أستطيع أن أرى نفسي أضع ابني في بلدي وهو لا يعرف كيف يقول كلمة باللغة العربية كما قلت لكم. فصدمة لهاد الناس هادو. ومن بين الحوايج الإخوان الأخوات غادي نقول لكم واحد الحاجة اللي هي مهمة وديما كنت نقولها يعني في الفيديوهات ديالي السابقين، نرجعوا للفيديوهات وغادي تشوفوها، أن العائلات لما كيجيو هنا بطبيعة الحال بزاف ديال الناس كيقول لك هربا لان ما كاينش فرص ديال العمل في البلاد، ما كاينش فرص ديال الخدمه، ما كاينش هادي ما كاينش مين. لكن الناس اللي كيجيو هنا كيعملوا بوليداتهم، كينجبوا الوليدات
باش يديو المساعدات من الدول. فهذا لا يعقل، لان دابا حاليا كيشدوا كما نقولوا حنا الحكومات احزاب يعني يمينيه، وهاد الاحزاب هذه عندها التوجه ديالها ولا بغاو يطلعوا على الاجانب ما نعطيوهمش فرصه. فلما كتشوف واحد العائله انها يعني طول عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين حتى واحد ما كيخدم، لا الزوج ولا الزوجه، فقط انهم كيديو مساعدات ماليه من الحكومه، الحكومات هنايا كتنظر كيقول لك هذا باش غادي يفيدني انني كنخسر عليه، كنقري له وليداتو، كندوي له وليداتو، ما كتضربش الحساب على ديك 10 سنوات ولا 8 سنوات اللي خدمتي فيها، لا كتشوف المستقبل هي كذلك. كتقول لك هذا الا ربى وليداتو بهذه الطريقه حتى وليداتو غادي يكونوا في نفس الحاله، لما انك انت يعني بالقدره ديالك يعني الجسديه قادر تخدم والزوجه ديالك كذلك، وكتشوف غير المساعدات الماليه. كاين الناس اللي 10 سنين وهما جالسين لا خدمه لا ردمه، فقط المساعدات. فهذا بطبيعه الحال لما تجي شي حزب، لما تعمل غير واحد الخطا فغادي يرجعوك للبلاد ديالكم، البلاد ديالك ماشي غير في فرنسا، هذا الشيء هذا راه حتى في اسبانيا. لان دابا منين عملوا هاد الانجريسو مينو بيطال هنا في فرنسا في اسبانيا، فبزاف د العائلات كتدخلهم 1400 1300 عندهم وليدات ديالهم جالسين، ما كيفكرش انه غادي ينوض في الصباح ويمشي يخدم للاسف. وهذا الشيء هذا هو اللي كيعطي الفرصه لهاد الاحزاب هادو باش يضربوا فينا وباش يجمعونا كاملين في سله واحده. اظن ان هذا الشيء هادو هما من الاسباب اللي خلاو ربما اللي طردوا هاد العائله ولا طردوا عائلات اخرين. من بين الاسباب هما هاد المسائل هادو. تحياتي لكم، ما تنسوناش بارطاج ولايكات، والسلام عليكم الى موضوع اخر ان شاء الله.